ايه ده؟ عارفه يا دينا الناس اللي بتطلع في التلفزيون ياكلوا الازاز ويتنوا الحديد ويجروا العربيات بشعرهم دول؟ ما اعتقدش ابدا ان في حد فيهم مره جرب ينام عيل. بص العربية اللي نفسي فيها في واحدة معروضة هنا بس ب41,000. لا يا حبيبتي ده كتير قوي على الميزانيه اللي احنا حاطينها. خسارة، شكلها لقطة استعمال طبيب. انا بكره قوي الكلمه دي على فكره. يعني ايه استعمال طبيب؟ ايه المميز فيها يعني؟ يعني بسلامته بيكشف عليها كل يوم؟ هم قصدهم يعني انه بيحافظ عليها. حافظ عليها؟ دكاتره دول اكتر ناس بيرموا الحاجه بعد ما بيستعملوها. ما بتشوفوش بيعملوا ايه في الجوانتيات بتاعتهم ولا الحقن؟ فلسف بقى. انا مش بتفلسف والله. انا عن نفسي لو حابب اجيب عربيه احب تبقى استعمال سفير. الراجل طول الوقت بره البلد والعربيه مركونه ما بتتحركش. فكرة نشوف كده. استعمال سفير مفيش استعمال سفير. استنى في واحدة هي مركونة ما بتتحركش. استعمال سجين. مكتوب عندك مسجون كام سنه؟ على خير. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. هاي حبيبي. ها فين الحلاوه بالشوكولاته بتاعتي؟ اخ نسيت. ايه يا دينا؟ حرام عليك يا شيخه، ده دي الحاجه الوحيده اللي بطلبها منك تجيبها لي من السوبر ماركت. طيب بس خلاص ما تتشحتفش قوي كده. اتفضل اهي. انت كنت بهزر. مبسوط؟ طيب بص بقى يا حبيبي، عايزاك تحط الحاجات في الثلاجه والدواليب وانا هروح ابص على الولاد بسرعه كده. ماشي حاضر. هشام، بابا أنا والدتك فكرنا كتير، خلاص لحد كده. أنا قررت أخلص منها، ما عادتش تلزمني في حاجة. بابا اهم حاجه الموضوع يخلص بالشياكه. احنا مش عايزين لا محاكم ولا فضايح، مش عايزين الناس تضحك علينا. إيه ده؟ أنا مش بتكلم على أمك، بتكلم على العربية القديمة بتاعتي، هبيعها وهستفيد بثمنها. لا استنى يا بابا لو سمحت، انت عايز تبيع الريتمو بتاعتنا؟ كنا بننضفها لقينا فيها الشورت بتاعك. خد، فاكر لما اشتريتهولك؟ يا ده انا قالب عليه الدنيا. بسم الله ما شاء الله، جديد لسه بحالته. يا والله زمان. ايه دي يا هشام؟ لا بيتهيألي ممكن اقول لكم دلوقتي من غير ما اخاف. دي رخصه مضروبه، ضربتها يعني عشان امشي بيها حالي كده قبل ما اتم 18 سنه واطلع الرخصه. ايه؟ لا ماما عادي يعني، انا لقيتها في الشارع رحت حاطط عليها صورتي. كابتن طيار احمد عبد الهادي. ايوه انا. في كابتن طيار تبقى دي صورته؟ وشه مليان حب شباب وشنبه لسه بيخط عيل. الحمد لله بقى يا ماما يعني انها عدت على خير، ما وقفتش في ولا لجنه والا كانت تبقى مصيبه. اخص عليك يا هشام، اخص. يا ماما ما انا ما طرتش ولا مره. ايه الاخبار؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا طنط؟ ازيك حبيبتي؟ تصوري يا دينا بابا عاوز يبيع الريتمو بتاعتنا وانا بموت في العربيه دي. وانا بموت في عمك شوقي السمكري، هيشتريها مني ب 4000 جنيه. طب يا بابا بما ان حضرتك عايز تبيعها يعني فاحنا شاريين. ايه انت مش كنت عايز عربيه مستعمله؟ اصبري بس هوقعها لك. ايوه عربيه مستعمله 3-4 سنين مش 30-40 سنه. اول مره اعرف ان انت عينك عليها. على العموم انت ابدا من عمك شوقي السمكري. انا مستعد بحالك. هتدفعوا 4000 جنيه؟ بصحيح عندك حق. تشيل بكام؟ 400. ايه اللي بتقوله ده؟ هشام لو عايزها خدها ببلاش. خدها ببلاش ده ايه وانا ليا في الشارع؟ ما تقلقش يا بابا انا هراضيك. ما تجيش على نفسك يا انكل، احنا مش عاوزينها. استني بس يا دينا ناخد الريتمو دلوقتي نمشي بيها حالنا، على الاقل يبقى معاكي عربيه بدل شحطات التاكسيات دي، لحد بس ما نحوش ونجيب لك العربيه اللي انت عايزاها. ها اخرنا كام يا حاج؟ 4000 جنيه. عيب عليك يا راجل، ده ابنك.
هشام ادفع اللي انت عايزه ومش فارقه. مش فارقه ده ايه؟ العربيه صحتها كويسه. ومع ذلك يا هشام علشان خاطر الجيره اللي بينا هبيعها لك ب 3800. استبين على بركه الله نقرا. لا لا استنى كتير لسه. ايه يعني هي كانت فابريقه؟ نعم فابريقه. بص يا انكل احنا اخرنا 1000 جنيه. هي قلت ايه؟ 1000 جنيه؟ ده انت عايزه تطفشي بقى. انت عايزه تطفشي بقى 1000 جنيه وقبلها فابريقه. طب بص يا انكل احنا اخرنا 1500 جنيه. قلت ايه؟ انا اخري نقسم البلد نصين 3700. يا جماعه احنا بنفصل. 2000 كويس قوي يا حاج. لا بقول لك ايه، احنا احسن حاجه ناخد لفه كده ونبص على الحته التانيه. انت صدقت ان احنا واقفين في معرض بجد؟ طب عاشور الجماعه لحظه واحده. اتفضل براحتك. بقول لك ايه، اخرنا في العربيه دي 2500 ماشي؟ الله يعني طلعتي عايزاها اهو. لا مش عاوزاها، بس انت يعني ما دام مصر تجيبها يبقى 2500. ما يبقاش موت وخراب ديار. يا مدام مش راضيه تنزل ولا مليم عن 4000. ايه الكلام ده؟ ايه يا طنط، مش حضرتك كنتي عايزه تديها لنا ببلاش؟ كنت، بس لما حسبتها مظبوط لقيت انها واقفه علينا بخساره، وانت يا حبيبتي ما ترضلناش بالخساره. 2200. 2700. 2400. 2400 ايه؟ انا جايب لها كسوه فرو على الطابلوه. 2425 جنيه ونص. استبينا. الف مبروك. على بركه الله. مبروك عليك يا حبيبتي. ربنا يبارك. فرق العافيه ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب جهز لي بقى حضرتك ورق البيانات والمخالفات والكلام ده، وانا هكتب لك شيك. شيك؟ شيك. يبقى ابني في حضني وادور عليه؟ لا يا حبيبي، احنا بنقبض كاش يا كابتن طيار عبد الهادي. دينا دينا نادين. ايه ده يا ولاد؟ وانا لوحدي في البيت ولا ايه؟ ده انا لوحدي في البيت. حسبي يا ندود. وهنا دخلهم جوه. هل ما كانش عاجبك عربيه استخدام طبيب؟ اديكي دبست في عربيه استخدام خليل. حياتي منين يا هشام؟ بهدلتنا في السكه. ايه عطلت؟ انت عملت ايه في العربيه؟ ولا حاجه، انا خدت الولاد للمول واحنا خارجين بدور وان العربيه ما بتدورش. انت ركنتيها في الشمس؟ لا يا حبيبي طبعا، انا جبت لها شمسيه وكرسي وفريسكا. طب اهدي بس كده وفهميني، انت لما حطيتي المفتاح في الكوندكت ودورتي سمعت صوت ايه؟ صوت القاضي وهو بيخلعني منك. ده المشكله في المرش. عارف ايه؟ اضطريت اجر عربيه من العربيات الكبيره قوي دي، شالتنا وودتنا للميكانيكي. طب كويس، اكيد الولاد كانوا مبسوطين قوي وهم متشالين جوه الريتم وكده فوق العربيه زي الملاهي. يا حبيبي امال كانوا مهيصين على الاخر، مش كده يا ندوش؟ انت كنتي مبسوطه؟ ويا سلام بقى لما مامي كعت 200 جنيه في ترمبه بنزين. لا مش هينفع البهدله دي ابدا. لعلمك بقى يا هشام العربيه دي هتكلفنا. طبيعي يا حبيبتي، عربيه قديمه ولازم تفتح بقها. هو انت خسران حاجه؟ ما انت ولا هتصلح ولا هتقف تتشحطط عند الميكانيكيه. بقول لك ايه، انت ترجع العربيه دي لباباك وتجيب فلوسنا. لا طبعا ما ينفعش، ده احنا واخدينها برخص التراب، يعني ده مكسب. لو انت الصادق ده مقلب. هو بقى يا دينا بص، انا بحب العربيه دي قوي. اقول لك خلاص انا هبص عليها واظبطها لك.
بيتك يا شباب، انت هتعرف تصلح عربيه؟ ده يا حبيبي انت مش بتقدر تشتري جينز ابو زرايا عشان ما بتعرفش تزرر، هتصلح عربيه. صح، معاك حق. بس رجعها لبابا اقول له ايه؟ شكلي هيبقى وحش قوي. وشكلنا انا اللي حلو كده؟ زي القمر. ماشي، يعني مش هتقول لهم؟ لا، بس انا اوعدك لما يجوا يبيعوا لنا تاني عربيه عمرها 20 سنه هقول له لا يا بابا يفتح الله كان غيرك اشطر. لا تاني. ايه جاهزة؟ ايوه. 1 2 3. مساء الخير. كويس انك جيتي علشان تبقي شاهدة على ايه؟ هزيمة حماتك قصاد التكنولوجيا. اصلي جبت الجهاز ده بفلوس العربية. دي مكنة بتعمل بسكوت وكحك. بس بسكوتي انا احسن. هنشوف. المكنة ابتدت تعجن وانت لسه هتضربي. عارف انا لو كسبت هرمي المكنه دي في الشارع. طيب ولو المكنة كسبت هنرمي مين في الشارع؟ انكل، انا كنت عايزه ادردش مع حضرتك كده بخصوص العربيه. ميه انا عايزه ميه. وانا مالي، انت عايزة مية؟ المسابقة دي لها قواعد واصول. بصراحه يا انكل العربيه طلع فيها مشاكل كتير. مشاكل ايه؟ دي حتة جوهرة. حصل ايه؟ ابدا، يعني عادي رحت المول وانا خارجه بدور ما بتدورش. ركنتيها في الشمس. لا. شوف يا دينا، العربية دي أصلها تحب في معاملتها كده شوية حنين، شوية دلع. هي فيها شوية حاجات بسيطة لو تعرفيها هتحبيها قوي. يعني مثلا الراديو اللي فيها، لو حبيتي تجيبي البرنامج الأوروبي يبقى لازم تلف العجلة لحد ما توصلي للشباب والرياضة وبعدين تردي على طول على البرنامج الأوروبي. انتي لسه بتعجني يا خايبة. لو تعرف انا بفكر في مين وانا بعجن. هو الراديو بس يا انكل؟ ده الموسيقار بيعلق والدبرياج يعني كده تقيل والمارش بيعمل اصوات غريبه جدا. لعلمك بقى الميكانيكي قال محتاجه شغل كتير. انت وديتيها للميكانيكي ليه؟ ما طبعا هيعمل عليها شغل. ايه ده؟ العجينة خمرت والمكنة ابتدت تخبز. دي ريحة الخبيث بتاعي ولا الشياط اللي طالع من الغيظ اللي جواك يا كوثر؟ بص، هو لو ينفع يعني حضرتك يعني تاخد العربيه تاني وترجع لنا فلوسنا. ايه؟ لو ينفع يعني. بس انا اشتريت المكنه دي بفلوس العربيه. بعدين هشام كان عايز العربيه، انت قلتي له انك هترجعيها؟ لا بس انا هعرف اتصرف معاه. وبعدين بصراحه بقى انا المدبسه في سواقه العربيه، يعني بحاول اسوقها بمعنى صح. لا ما كانش العشم ابدا يا دينا. ده بدل ما تشكرينا اشكر. ايوه. شامم ريحة بسكوت. انتوا سكتوا كده ليه؟ كنتوا بتتكلموا عليا؟ دينا مش عاجباها العربيه، عايزه ترجعها. ما هو عندها حق برضه يا بابا. أي واحدة لو في مكانها هتتضايق جدا لو جوزها لسه محتفظ بعربية الشقاوة. عربيه الشقاوه؟ ما هو اصل هشام زمان كان ساعات يسرق مني العربيه يقابل فيها البنت بتاعته زميلته في المدرسه. هي كان اسمها ايه يا عصام؟ رشا السيسي. مش هي دي البنت اللي كانت بتاخد درس معاها هنا في البيت؟ بالظبط. بنت لطيفه قوي ومهذبه وبتتكسف من خيالها. ده في الدرس بس، إنما في العربية أدائها مختلف. دلوقتي فهمت
عشان كده هشام كان متمسك قوي بالعربيه، عشان بتفكره بذكريات الشقاوه مع رشا السيسي. وانت ما كنتيش تعرفي؟ لا. ده انا عكيت. انت بتعمل ايه؟ بلمع الاموره. شايفه النبي بتبرش ازاي؟ اموره قوي مش كده؟ عارفه انتوا لو قعدتوا مع بعض وقت اطول تعرفوا بعض كويس قوي. بس واضح ان انت عارفها كويس قوي. عارفها؟ ايه اللي عارفها؟ ده انا حافظها شبر شبر. تعرفي اهم حاجه في العربيه دي انك تصبري عليها. انا اتعلمت السواقه على العربيه دي. يا ترى اتعلمت عليها ايه تاني؟ الصبر. انت لازم تصبري. يعني ما ينفعش الواحد يركب ويجري على طول. بقى كده. بص يا حبيبتي، الاول ايه؟ انا لازم اسخنها عشان تلين وما تقفش. بس اسكت خالص. ايه بس في ايه مالك؟ في ايه؟ في انك كذبت عليا يا استاذ. بس انا خلاص عرفت كل حاجه عنك وعن تاريخك مع العربيه يا بتاع رشا السيسي. السيسي؟ هي رجعت من دبي؟ مش عارفه، بس عصام حكى لي على كل حاجه. ايوه، ما انا حكي لك على الموضوع ده من زمان. بس ما حكيتليش ان رشا السيسي تبقى نجمه عربيات الشقاوه، وان ذكرياتك معاها هي السبب اللي خلتك تحتفظ بالخرده دي. لو ايه عايز تلبسني انا في سواقتها؟ يا استني بس يا حبيبتي، استني. العربيه دي ليها ذكريات تانية غير رشا السيسي. يا لهوي، كان في بنات غيرها؟ لا انت فهمتي غلط. انت عارفه طبعا بيتنا عامل ازاي. بابا وماما وعصام طول النهار في نقير وخناق، وانا طبعا لازم اهرب من الدوشه دي كلها. كانت العربيه دي بقى خلوتي. كنت اخدها واقعد الفلف في اي حته كده، وبابا لما كان يعوز يعاقبني كان ياخد المفتاح، وده كان اسوأ عقاب بالنسبه لي. دي مش مجرد عربيه يا دينا، وهو ده السبب اللي مخليني عايز احتفظ بيها. لا ما كنتش فاهم الموضوع كده خالص. ماشي خلاص، نحتفظ بيه عشان العشره والكلام ده، بس لحد ما نحاولش نجيب عربيه تانية. لا ايدك يا ماما كده تبصميها، ما ينفعش. شد الحزام كويس يا نديم. حاضر يا مامي. يلا بينا. بموت في الأغنية دي. شفت الكليب بتاعها؟ طبعا يا بنتي، انا مسجله. عارفه المسطره اللي بتطلع في الكليب ده اللي بتقفل على الايد؟ عندي منها 4. 4؟ تديني واحدة؟ وماله، بس مش حاجه ببلاش. بطل شقاوة، مش كفاية اللي عملته في المدرسة؟ شوف عملت ايه في مستر مجدي النهارده؟ اصلا انت ضحكت عليك كل الفصل. ايه ده؟ بس انا سمعت ان هما بعتوا لك استدعاء ولي امر. عادي انا متعود على كده. انت جالك قبل كده استدعاء ولي امر؟ ده الاستدعاء رقم 15. 15 استدعاء ولي امر؟ الترم ده بس. ممكن تشغل الاغنيه دي عشان انا بحبها قوي. طلباتك كتير قوي على فكره، بس وماله. شعرك يجنن. انت عامله كده ازاي؟ فرد وبجلات. ريحته تجنن. لا بلاش ما تبوظيش التسريحه. انا قعدت 4 ساعات افرد فيه. وادي الاغنيه. ده انت ظابطها من الاول. ايه رايك؟ تجنن. ايه بقى؟ بتقالي كده انا استاهل مكافاه. مكافأة ايه؟ مكافاه نهايه الخدمه ولا ايه؟ لو انت خدماتك كتير.
كفايه كده، انت كفايه كده. بس 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 بس. في حاجة يا مامي؟ ها؟ لا ابدا يا حبيبتي، مفيش حاجه، عادي ماما بتخرف. اي الله، ليه كده؟ ما كنت بعقلك. هات مفتاح عربيتك دلوقتي يلا. ليه خير؟ انا مش هحط رجلي في الريتم دي تاني ابدا. انا بس هي عملت لك حاجه؟ الله، مش عربيتك وشقاوتك وذكرياتك، خلاص اركبها انت. ماشي يا ست اركبها، ما عنديش مشاكل خالص يعني، دي حبيبتي هسوقها زي الفل. اتفضلي. حلو قوي. مبسوطه؟ اه اهم حاجه عندي ان انت تبقي مبسوطه. راضيه دلوقتي؟ انا مبسوطه. طيب روح انت بقى اركبها واتبسط. ايه ده؟ ايه جو الغموض والرعب اللي انت معيشاني فيه ده؟ تكونيش فكتي لي الفرامل؟ بس اهدي. تحبي ننزل نقف بره شويه؟ لا الجو برد. تلبسي الجيلي بتاعي؟ لا انا هقعد في العربيه. براحتك. مع ان منظر القاهره من فوق المقطم يجنن هيفوتك. ما انا عارفاه. انت جيت هنا قبل كده؟ انا حافظه شارع. رشا، انا مبسوط جدا ان انا معاكي هنا. انت معاك لبان؟ معايا البان، معايا السحر. كله بقى عشان ريحة بقك كده يعني. تعرفي يا رشا، او وانا معاكي بحس ان انا من جوه حد تاني خالص. ايه ده؟ اقفل بقك. ايه ده كلامي وحش للدرجه دي؟ لا لونه ازرق. ايوه بس سحري. السحر البند النغ وبعدين الوانه تبان. بس هو هيقلب احمر على طول دلوقتي. اتش ايه ده عصام، انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم المقطم للجميع بقول لك. بابا نزل مناقش العربيه في الجراج، وماما وهو قلبين عليك الدنيا وحالفين لو انت ما رجعتش العربيه دلوقتي هيموتوك يا اتش. انجز يا اتش، اصلا في المكسر اتش. ايدي روح عصام، قول لهم ان انا كويس، طمنهم عليا وانا جاي. رشا يعني سوري، انا عارفه. لا انت تدور بسرعه عشان ماما ما تقلقش عليك. ايه ده حسام؟ اهلا. يا دي النيله دينا.
دينا انت مكبره الموضوع كده ليه؟ قاعد بسمع الراديو وجت اغنيه من اللي انا بحبها، ايه ما كملهاش؟ عمرها ما حصلت لك؟ لا ما حسيتليش بالشكل ده يا هشام. اصل انت ما شفتش وشك الهيمان وعينيك السهتانه. هيمان وسهتانه يا شيخه، انت بتقولي ايه بس؟ لا يا هشام حط نفسك مكاني، يعني يبقى شعورك انت ايه لو انا محتفظه بهديه بتفكرني بصاحبي الاولاني مثلا؟ انت مش هزعل طبعا. عشان انت عارف ومتاكد انك اول راجل في حياتي. ايوه فعلا. لا بجد، تخيل كده مثلا ان انا كنت مخطوبه قبل كده، وخطيبي ده بقى مديني هديه وانا محتفظه بيها كل شويه. ايه بس الكلام اللي انت بتقوليه ده. شفت زعلت ازاي؟ ايوه زعلت لان الموضوع بالنسبه لي حاجه تانية خالص غير اللي انت بتفكري فيه. وبعدين بقى دينا الحاجات اللي انت بتتكلمي عنها دي كانت ذكريات وراحت لحالها، انما دلوقتي انا مبسوط في حياتي جدا. بحب حياتي دي اكتر من اي حاجه في الدنيا. طب عارفه انا النهارده وانا في الشغل فكرت ان احنا نخلص من العربيه دي خالص، نبيعها بقى. بجد؟ انا كنت اتمنى يبقى لنا ذكريات سوا في العربيه دي. يا سلام. ايوه على الاقل ساعتها ما كنتش فكرت ان انا ابيعها. بقول لك ايه، تيجي قبل ما نبيع العربيه يعني نلحق كده يبقى لنا ذكريات فيها. شد سوا على المقطم. هروح اجيب شنطتي. يلا بقى الله اكبر علينا. ايوه ربان